كنافة تيكا، البرنامج اللي هيحلي رمضان ويخلي الضحك شغال على الفطار وعلى السحور. رمضان معروف باللمة وبالأكل الحلو وبالأسئلة اللي ما بتخلصش، لكن احنا هنا قررنا نخلي الأسئلة ليها طعم تاني. عندنا 3 فقرات حماسية وكل فقرة أصعب من اللي قبلها. جاهزين للضحك والتحديات؟ يلا بينا. ممكن نتعرف عليكم؟ أنا اسمي يوسف أحمد وعندي 9 سنين في جريد 3. أنا باشمهندسة إسراء، مهندسة معمارية. الفقرة الأولى عصير وتحضير واللي جاي تقيل. هنبدأ بهدوء نشرب العصير بس ما تتخدعوش لأن ده مجرد تسخين واللي جاي تقيل. ممكن نشرب العصير؟ اوكي، اتفضلوا نشرب العصير. شوية كتير. الفقرة التانية سؤال بأكلة، 3 أسئلة للأم و3 أسئلة للابن، واللي هيغلط هياكل حاجة مش في الحسبان وطعمها ربنا وحده اللي عالم. سؤالي الأول لإسراء، إيه هي الدولة اللي اشتهرت بأول ظهور لفانوس رمضان؟ ايه الأسئلة دي يا جماعة؟ هي الأسئلة دي يا جماعة مش حاجة لسه يا فندم. ده من أولها كده، بداية القصيدة كده يعني. لا أنا معلوماتي ميح في الحاجات دي يعني. إيه طيب ممكن أديكي اختيارات؟ ممكن مصر والسعودية والعراق. بتهيألي مصر يعني. إجابة صحيحة، برافو. السؤال الأول ليوسف، إيه هو المشروب الأكتر شهرة في رمضان؟ يعني أكتر حاجة مشهورة في رمضان. صبية. في حاجات تانية، ده جيل حديث ده مش هيعرف. بيقول الحاجات اللي بيحبها. طب ممكن أديك اختيارات برضو، التمر هندي ولا قمر الدين ولا العرق سوس؟ قمر الدين. دي إجابة صحيحة. السؤال التاني لإسراء، إيه أول مسجد اتبنى في الإسلام؟ لا انا كده أصلاً ساكت بقى. انتوا بتحرجوني قدام الولد يا جماعه. انا المعلومات دي خلاص فاتت عليا، كنتوا قولوا لي اذاكر. طيب هنديك اختيارات برضو. قولي اختيارات بقى. المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا مسجد قباء؟ قباء. تمام، برافو. السؤال التاني ليوسف، ايه اكتر ابلكيشن ماما بتستخدمه؟ في 2، انستجرام، تاني حاجة الفوتوز. ده صح؟ الانستجرام. مظبوط، صح يا يوسف. تمام. السؤال الثالث لإسراء، امتى بدأت فكرة المسحراتي أول مرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انتوا ايه يا جماعة؟ بصوا يا جماعة، أسئلة غريبة. أنا أصلا ما عشتش في البلد دي. هديك اختيارات، العصر الأموي ولا العصر العباسي ولا العصر الفاطمي؟ بيتهيألي الفاطمي. كده إجابة صح. بجد؟ الحمد لله الحمد لله. طيب إجابة صحيحة، كده احنا 3-2. آخر سؤال ليوسف، لو جاوبتوه صح هنديلكوا سؤال تاني عشان تغلطوا. ليه؟ عشان هتتعادلوا. مين أول شركة اخترعت الموبايل في العالم؟ هديك 3 اختيارات، شركة موتوريلو ولا شركة سامسونج ولا شركة أبل؟ أبل لأ، عشان يعني اللي هو، وسامسونج يعني اللي هو قديم شوية. الأولانية اسمها موتوريلو. إجابة صحيحة. كده احنا متعادلين 3-3. طيب دلوقتي احنا تعادلنا 3 لإسراء و3 ليوسف، فعايزين نجهز كده نجمد جامد علشان في سؤال فاصل، اللي هيجاوبه أسرع واحد هو اللي هيكسب. هيكسب ايه؟ واللي هيجاوبه غلط هيتعاقب. لا. شات جي بي تي أول مرة طلع سنة كام؟ 2016. السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت هي ما شات جي بي تي من زمان أوي. ساكت انت بقى. زمان قوي ايه؟ انت لسه حاصل ما تعرفوش. ده هو ده بيقول السنة 2020. إجابة خاطئة. لا هو 2023 4. إجابة خاطئة. برضو عقابين هنا يا ابني. 22. امتى طيب؟ خلاص خلصت حلول الأرض. طار 2022. أنا قلت 22. دي بعد ايه بقى؟ محتاجين بقى دلوقتي نختار من رقم من 1 ل5 لإسراء، ويوسف يختار واحد من 1 ل5 بعيدا عن الإسراء تختار. 4. 4. 3. 3 و4. اتفضل العقاب. هنبدأ بيوسف. أكل الأول. مرة واحدة كده هوب على طول عشان صوص الفراولة يخش حلو بس. لو كاتشب. هو ما بيحبش الكاتشب. صوص الفراولة حلو صح؟ مش عارفة تضحكيش قوي، جاي لك الدور. ضيعته خلاص. الحمد لله. جاهزة العقاب؟ هحاول. خلاص. طبعا الكاتشب صعب قوي. الفقرة الثالثة، خلي بالك من لسانك، لسانك يتشقلب عقلك يتلخبط، واللي يقدر يقول الجملة 5 مرات صح ورا بعض هو الكسبان. الفقرة الثالثة، خلي بالك من لسانك.
ها؟ هو الكاتشب خلاص بوظني، يعني بوظ جسمي كله. اول جمله لاسراء: السمبوسه بوسه طلعت محبوسه، حطيتها في طبق طلعت مهروسه. كل دول؟ السمبوسه بوسه طلعت محبوسه، حطيتها في طبق طلعت مهروسه. السمبوسه بوسه طلعت محبوسه، حطيتها في طبق طلعت مهروسه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برافو برافو، لا برافو بجد، تستحقيها عن جدارة. جاهز يا يوسف؟ الجلاش لاش طلع مهداش، حطيته في الطبق وقع ببلاش. يلا جاهز؟ 1 2 3. جلاش لاش طلع مهداش، حطيته في الطبق وقع ببلاش. الجلاش لاش طلع مهداش، حطيته في الطبق وقع ببلاش. برافو يا يوسف، برافو. احنا كده متعادلين للاسف الشديد، فبرضه هنحتاج سؤال فاصل علشان نشوف مين هيكسب الحلقه. السؤال الفيصل: ايه اشهر لغه برمجه بيستخدموها في العالم؟ بايثون. برافو. انت مذاكر من ورايا؟ ماشي، خدي العقاب بقى. بمنتهى الحماس والروح التشجيعيه الرياضيه اللي كسب معانا الحلقه يوسف. الله، ده بتاعي انا ده يوسف بتاعي انا وانت. اشوف اللي فيه. هنستنى يوسف. شكرا شكرا شكرا. هنشير يا ماما. مبسوطين جدا بصراحه يعني. انتوا معانا في الحلقه ما عدا الكاتشب بس ده. واضح ان هو مروق عليكي في البيت. ربنا يبارك لك فيه يا رب. مبسوطين ان انت كنت معانا يا يوسف، ومبسوطين ان انت معانا في تيكاتك، ويا رب دايما معانا، وباي باي. وفي النهايه بنتعلم ان اهم حاجه مش بس نعرف الاجابه الصح، لا الاهم اننا نضحك على اللي خسر. الحلقه خلصت بس التحدي ما بيخلصش. استنونا في الحلقه الجايه، الضحك فيها هيكون اضعاف ومفاجآت اكتر.